انت دلوقتي بتسمع الجزء الثاني من رواية لعنة أوديس للكاتب محمد أشرف. ولو ما سمعتش الجزء الأول هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. وأحب أفكركم لو أول مرة تدخلوا قناتي وتشرفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الحكايات اللي هحكيها لكم. ولما ظهر الراجل اللي هيضربني بالسكينة فجأة فقدت الوعي. فقت لقيتني في البيت، وساعتها قررت أسيب أهلي لأنهم كانوا السبب في كل اللي حصل. خدت شقة في مكان تاني في نفس المدينة، بس دي ما كانتش النهاية، لا دي كانت البداية، بداية الجحيم. أول يوم كنت خلصت الشغل وروحت وكلت وعشت اليوم عادي جدا، بس الرعب كله كان بالليل. دخلت الأوضة، ضلمت النور، اتخيلت بحد واقف جنب الباب. نورت النور تاني، لمحته لكن اختفى بسرعة. رحت مضلم النور تاني ورحت ناحية السرير، لقيت حد نايم متغطي. رجعت خطوتين من الخضة ولا إراديا جريت على السرير، رفعت الغطا عشان اتفاجئ بجثة غرقانة في دمها. اتفزعت أكتر، ما كنتش عارف أعمل إيه. دورت ظهري ولسه بفكر لقيت إيد بتملس على كتفي. لفيت لقيتها الجثة، ملامح شيطانية بمعنى الكلمة، خلتني فقدت الوعي. فقت تاني يوم الصبح وما حصلش أي حاجة لحد بالليل، نفس السيناريو، لكن حلمت الليلة دي بكابوس. واقف في مقابر جنب كنيسة مهجورة، وصوت ترانيم شبه أصوات صلواتنا في الكنيسة، لكن أعلى وأغرب. جثث بتخرج من المقابر زي الزومبي رايحة ناحية الكنيسة. ومع أول ظهور للراجل المسخ اللي كان عاوز يذبحني اتحركوا ناحيتي. جريت منهم طبعا، لكن كنت بطيء قوي على عكس العادة، ووقعت في حفرة أو الأرض انشقت وبلعتني. لقيتني في نفق ضلمة قوي وفي شعاع أصفر جاي من قدام. مشيت وراه وأنا سامع أصوات الترانيم وحاسس بحربة أو عصاية وحد ماسكها وخابطها في ظهري، وأنا ماشي بطيء قوي ولا إراديا. وطول ما أنا ماشي المكان بيوضح قدامي. لقيت قاعة كبيرة متنورة بأناديل نار أو لهب، وفي ليها باب، وأنا إيدي ورجلي متربطين بسلاسل، وواحد ملوش راس ولابس بدلة غريبة قوي واقف بالرمح غارس طرفه في ظهري. الباب اتفتح فجأة ودخلت عشان أشوف الجحيم كله بعيني. شفت الراجل الأقرع بملامح أسوأ، كان ضخم وطالع من راسه خصلة شعر مربوطة بأستك ولونها أبيض، ولون حواجبه أبيض، ودقنه بيضة، وعينيه بارزة بره ولونها رصاصي، وبيقول كلام بلغة ما فهمتهاش. وكراسي زي اللي في الكنيسة قاعد عليها شياطين، كائنات بشرتها سمرة طويلة لكن رفيعة. الكائن ده عنده عينين بارزة وطلع منها ضوء أخضر غريب. الوجه مربع شوية وصوت نفسهم غريب كأن لسانهم مقطوع. ولما دخلت وقربوني للراجل الأقرع وقفوا بصلي بغضب ورفع إيده، حسيت روحي بتتسحب كأني بموت. فقت لقيتني على السرير نايم، وقط اسود ضخم واقف على صدري ومش عارف اقوم ولا احرك جسمي. والقط كان متعصب جامد وباصصلي وهجم عليا، خربشني في رقبتي وحسيته وهو بيجري هيخبط في راسي لكنه اختفى. قمت مفزوع، جريت على الحمام، شفت حد مشنوق على حوض البانيو لابس لبس راهب. اتخضيت اكتر وفقدت الوعي. قرفت جامد من كل اللي حصل، حياتي اتحولت لكابوس، عايش في قلق ورعب. قررت ارجع لاهلي ورجعت حكيت لهم على كل اللي حصل معايا. وجابوا قسيس وشيخ، جدي اللي جابهم طبعا، والاتنين اجتمعوا على اني عليا عشيرة كاملة من الشياطين، وان الراهب اللي كانوا عاوزين روحه تتنقل لي المدة من الزمن عن طريق كتاب أوديس عشان يدل جدي على طريق ينتقم بيه من الكاهن نيوستس اللي مات من 1000 سنة اصلا. بس عرفت برضه في الاخر انه كان فيه كنز وجدي كان عاوز يلاقيه. بس نيوستس عنده أتباع وحراس من الجن والشياطين، وبدل ما روح الراهب يودا تتنقلي اتنقلت لي عشيرة كاملة عن طريق انهم وصلوا للكتاب وعملوا الطلسم بتاعهم ونجحوا في كده للأسف. انا مش عارفة اتصرف ازاي، من يومها وانا في نفس الأحداث الغريبة، وبصحى الاقي جسمي كله جروح، وساعات بحلم اني بموت نفسي، ساعدوني. الكلام ده كله لقوه في جيب جثة لقوها مدفونة في مقابر الكنيسة القديمة في بلدنا، وهم بيدوروا على إبراهيم. بس معرفش ليه من ساعتها حالات الاختفاء كترت
واللي بيعدي من هناك ممكن يسمع صوت استغاثة أو يشوف جثة راهب مشنوق على الباب. ولسه اللعنة ما خلصتش، وربنا يستر وتنتهي. كده خلص معانا الجزء التاني من لعنة أوديس. محتاج أعرف رأيكم في الرواية وفي التعليق الصوتي. كنت معكم المعلقة الصوتية شيماء الحفناوي. ولو أول مرة تدخلوا قناتي وتشرفوني، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الحكايات اللي هنزلها لكم. سلام.